نهاية انمي بوكو نو هيرو وموسم جديد من انمي بريسيرك، وجوكر الانمي بيعمل ضجة كبيرة جدا. اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة اخبار الانمي. النهاردة معانا اخبار كتير جدا وكلها اخبار كويسة او اغلبها يعني، وكمل معايا الفيديو عشان تعرف كل الاخبار اللي في الفيديو ده. بس الاول ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش كل الفيديوهات الجاية وكل الاخبار طبعا الجاية ان شاء الله. وخلينا نبدأ مع اول خبر معانا في الفيديو ده. الخبر الاول اللي معانا هو عن سولو ليفلينج، وسولو ليفلينج هيتم اعلان عن معلومات جديدة عن الموسم الثاني، وده هيكون يوم 4 يوليو. يتم الإعلان فيه عن العرض الترويجي للموسم الثاني، عشان في نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت تم الإعلان عن العرض الترويجي للموسم الأول. في احتمال كبير جدا يتم الإعلان عن العرض الترويجي للموسم الثاني يوم 4 يوليو، وهو ده الخبر الأول اللي معانا. خلينا نروح للخبر الثاني، والخبر الثاني هو عن أنمي سوسايد سكواد. فلو أنت متعرفش، في فيلم سوسايد سكواد أو الفرقة الانتحارية حصل على أنمي، والأنمي ده تم الإعلان عن العرض التشويقي بتاعه، والعرض التشويقي ده ظهر فيه الجوكر. وظهور الجوكر في عرض الترويجي عمل ضجة كبيرة جدا، لأن الناس كتير جدا عجبها الجوكر اللي ظهر في العرض الترويجي، وده اللي يخلي الناس متحمسة بشكل كبير للأنمي ده، لأن الأنمي ده كمان معمول من ويت ستوديو، نفس الاستوديو اللي كان عمل أتاك أون تايتن وفينلاند سيجا وأنميات تانية كتير جدا. فده واحد من الأنميات اللي أنت المفروض تكون متحمس ليها، ومتحمس طبعا لشخصية الجوكر. فتقول لي تحت إيه رأيك في شخصية الجوكر في الأنمي، وتتوقع إنها تكون كويسة ولا لأ. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده عن بريسيرك. بريسيرك حصل على موسم جديد، وتم الإعلان عن العرض التشويقي للموسم ده. والصراحة من العرض التشويقي شكل الأنمي الرسم بتاعه طبعا أحسن من المواسم اللي فاتت، وده هتكون حاجة كويسة عشان ما يبقاش فيه كارثة زي نسخة 2016 اللي كانت كارثية بمعنى الكلمة، واللي كانت عبارة عن سي جي بس بتحريف في القصة وحاجات تانية. لكن الأنمي الجديد اللي تم الإعلان عنه شكله الرسم بتاعه هيكون كويس، ونتمنى ان الرسم يكون كويس. والموسم الجديد ده هيتم عرضه في صيف سنة 2025، يعني بعد سنة تقريبا من دلوقتي. فقول لي ايه هو مدى حماسك للموسم ده، وهل انت اصلا بتتابع سلسلة برسيرك ولا لا؟ ولو انت تابعتها تنصح الناس بايه تحت لو هم كانوا عايزين يتابعوها. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده عن المانجا الشهيرة ساكاموتو دايز. دي واحدة من المانجات المشهورة نوعا ما، والناس كتير تابعت المانجا دي وقالت عليها انها تستحق انك تقرأها. فالخبر الحلو ان انت واحد من قراء المانجا دي، او لو انت تابعت المانجا دي قبل كده او كنت ناوي تتابعها، فاحب اقولك ان المانجا دي حصلت على انمي، والانمي ده على حسب التسريبات فهو مجدول لسنة 2024. يعني احنا غالبا هنشوف نزول الانمي ده قبل نهاية السنة دي ان شاء الله، وده طبعا حسب التسريبات. والانمي ده طبعا غالبا هيتعرض على نتفليكس بما انها هي اللي اقتبسته. فهل انت متحمس للعمل ده ولا لا؟ وهل انت اصلا سمعت عن العمل ده قبل كده ولا لا اصلا؟ فقول لي تحت رايك في التعليقات. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، وهو واحد من الاخبار الحزينه نوعا ما، وده لو انت كنت واحد من فانز بوكو نو هيرو او اكاديميه بطلي. والخبر ده بيقول ان المانجا هتنتهي قريب، ومش قريب بس، وانما هتنتهي السنه دي. يعني غالبا هنشوف نهايتها مع نهايه السنه دي، وبكده تكون رحله بوكو نو هيرو انتهت معانا، وتكون كده المانجا خلصت والقصه انتهت. مش هيبقى بقى غير حاجات بسيطه المفروض الانمي يقتبسها، ويكون العمل انتهى بشكل كامل. وده واحد من الاخبار اللي ممكن تكون حزينه لبعض الناس اللي هم طبعا فانز انمي بوكو نو هيرو، وممكن برضه يكون خبر كويس لناس تانية، لان في ناس زهقت من طول السلسله دي، لان الصراحه الانمي مستمر بقاله كتير جدا، والمانجا نفس الموضوع، واللي هي كانت حوالي مستمره لمده 10 سنين، واخيرا المانجا هتنتهي، واللي هي فاضل لها حوالي من 10 ل 20 فصل بس، بما انها في الارك الاخير. فتقول لي في التعليقات ايه رايك في الموضوع ده، وهل انت حزين ان المانجا هتنتهي ولا فرحان ومبسوط لان المانجا دي هتنتهي اخيرا بعد ما استمرت لمده طويله جدا؟ فتقول لي رايك في الموضوع ده تحت في التعليقات. كده تكون كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده خلصت، اللي استعرضت فيها بعض الاخبار المتنوعه عن عالم الانمي، من الاخبار الكويسه والاخبار اللي تعتبر حزينه نوعا ما، لكن كلها اخبار في عالم الانمي. فقول لي تحت في التعليقات ايه هو اكتر خبر جذب انتباهك في الفيديو ده، واكتب لي تحت لو في اخبار عايز تعرفها عن انميات معينه ممكن استعرضها في الفيديو الجاي. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيساعدني جدا ان نستمر، وعشان نعمل فيديوهات اكتر واكتر، وكمان عشان ما تفوتكش الفيديوهات الجايه. بس كده، سلام.